السلام عليكم. امتى استخدم الريكتانجولار سيلينج ديفيوزر وامتى استخدم السيركولار سيلينج ديفيوزر؟ الريكتانجولار سيلينج ديفيوزر الاختلافات ما بينهم الاثنين مش كبيره قوي في توزيع الفلو. يمكن الثرو بتاع السيركولار بيبقى اقل شويه، بس التوزيع بتاعه بيبقى على القطر الدائري فتوزيعه افضل شويه. اما المخرج اللي هو الريكتانجولار اللي هو المربع فبيوزع في الاربع اتجاهات، الثرو بتاعه بيبقى افضل شويه او اعلى شويه. بس الفكره في الاختلافات البرفورمانس ما بينهم مش ضخمه قوي، الفكره في الشكل المعماري بتاعه. المربع بيبقى شكله معماري متناسب جدا مع السقف الساقط اللي بيبقى عبارة عن بلاطات، لأن احنا في الأغلب هنا بيبقى الفيس سايز اللي احنا شايفينه ده بيبقى 60 في 60 متناسب مع حجم بلاطة الجبسون بورد اللي بتبقى موجودة. وطبعا الجزء بتاع النيك ده بيتم تغييره على حسب الريكوايرد فلو اللي أنا محتاجه، فده بيبقى مناسب جدا إن هو سهل التركيب جدا في الحاجة اللي فيها بلاطات. طيب السيركلر سيلينج ديفيوزر، السيركلر سيلينج ديفيوزر طبعا متناسب جدا مع الجزء اللي هو بيبقى فيه الإضاءة مثلا عندي تكون فيها شكل دائري أو غيره، فبيبقى متناسب معماريا معاها. أو ممكن كمان في الأماكن دايما هنشوفها في المطاعم اللي بدأوا ياخدوا الشكل المعماري الصاج كله اكسبوز، بيبقى الصاج دائري في الأغلب عشان خاطر يبقى الدلتا بي بتاعته أقل، فبيتم استخدام المخارج الدائرية معاه عشان تكمل الشكل المعماري أو ما يبقاش بقى فيه شكل أود معماري بالنسبة لي.